السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على مباراة الزمالك والاهلي، المراجعة النهائية ليلة المباراة، وهنتكلم على تفكير كل مدرب. لان احنا عارفين ان الماتشات دي بيبقى لها تحضير بطبع خاص، اذا كان للجهاز الفني، اذا كان للعيبة، اذا كان لكل المنظومة في النادي، لكل نادي يعني. النهارده ان شاء الله هنبدأ بالكلام على نقاط القوة ونقاط الضعف في كل فريق. هنتكلم على يانيك فريرا، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها، او ايه الحاجات اللي ممكن يعملها عماد النحاس يقدر يتفاداها يانيك فريرا. هنبدا نتكلم النهارده على تشكيله نادي الزمالك، واللي اغلبنا يعني او يعتبر اغلبنا احنا كل الزملكاويه دلوقتي بقوا عارفين تشكيله نادي الزمالك او عارفين 80% منها، ودي حاجه كويسه. على المدى البعيد التشكيل ده لو ثبت وافكار المدرب اتطبقت في الملعب هتبقى فيه يعني تغير ملحوظ في مستوى الفريق، واحنا بدانا نشوفه التغير الملحوظ ده بيبدا تدريجيا يعني. اول حاجه محمد صبحي، خلاص هو محمد صبحي ضمن التشكيله الاساسيه مع يانيك فريرا لغايه ما يمشي يانيك فريرا، يعني لغايه لما هو خلاص عقده يخلص ويمشي يانيك فريرا. محمد صبحي هو الحارس الاساسي لنادي الزمالك. ليه؟ لان يانيك فريرا هو خلاص، هو انا بلعب بيلد اب بالكره، ببدا الكره من تحت، ببني الكره من تحت، ومحمد صبحي هو احسن واحد في الحراس اللي موجودين كلهم بيلعب برجله. تمام، دي حاجه. الناحيه اليمين طبعا عمر جابر، عشان خاطر اذا كان اول حاجه كابتن الفرقه خبره، مفيش بديل ليه. يعني انا ما اعرفش قصه بارن اوشنج ايه، لان بارن اوشنج جه انت ضميته ماتش المصري وما لعبتوش، الماتشين اللي بعده هو ما ظهرش حتى في الاحتياطي. بس فانا عايز اسال سؤال، يعني هو انت بارن اوشنج دوت، اول حاجه انت وافقت على الصفقه ولا ما وافقتش؟ يعني الصفقه دي جايه غصب عنك ولا جايه برضاك؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، هو لو مش جاهز بدنيا فانت ضميته ماتش المصري ليه؟ تالت حاجه، لو هو مش جاهز، يعني لو هو بقى جاهز بدنيا انت ما ضمتوش واحنا ما عندناش باك يمين ماتش الجونه اساسا يلعب اساسي، ليه حتى لو قعدوا دكه؟ ممكن تحتاج له واحتاجنا له. تمام. فانا ما اعرفش بارون اوشنج ده حكايته ايه مع يانيك فريرا، زي احمد ربيع، زي محمود جهاد. تمام. فهنبدا بالتشكيله: محمد صبحي، عمر جابر، محمد اسماعيل. طبعا خلاص يعني انت وانت بتحط التشكيله حط محمد صبحي ومحمد اسماعيل، وبعد كده نبدا بقى نشوف التشكيله ايه اللي هيحصل فيها. هو خلاص هو ضمن، ويعتبر ضمن ثلاثه، يعني احنا ضمننا ثلاثه: عبد الله السعيد، محمد اسماعيل، محمد صبحي. هم دول ثلاثه خلاص انت ضمنتهم اساسيين. نيجي بقى الباك، السيرد باك اللي هيلعب جنب محمد اسماعيل. انا شايف من وجهه نظري ان الونش اللي يلعب، مش حسام عبد المجيد. فانا ما اعرفش، مش متذكر بصراحه هو حسام عبد المجيد موقوف ولا لا. حتى لو حسام عبد المجيد مش موقوف لازم ابدا بالونش، عشان الونش اذا كان خبره اكتر من حسام عبد المجيد. تاني حاجه زي ما بيقولوا ايه يعني، وانت عندك المخ لازم يكون عندك عضلات. انت المخ عندك في محمد اسماعيل طبعا، العضلات هتبقى الونش مش حسام عبد المجيد. لان حتى حسام عبد المجيد في التحولات العكسيه اللي بتبقى علينا هو بطيء، لعيب بطيء. من ماتش بيراميدز السنه اللي فاتت او اللي قبلها، والتاكلينج بتاع حمزه المسلوسي وهو بيجري على مهله، كام كوره السنه دي حصل نفس النظام، هو بيجري هو في التحولات. حسام عبد المجيد بطيء مش سريع. فانا شايف ان الونش حتى اذا كان خبره ويدي روح لخط الدفاع ورا وثقه، انا شايف ان وينش هو اللي يبدا الماتش دوت. طبعا محمود بنتايج شمال، مش هيلعب فتوح. ماتش زي دوت انا عايز لعيب سريع وبياخد الخط. تمام. هنيجي بقى لنص الملعب، احنا خلاص عرفنا دونجا ان شاء الله هيلحق المباراه باذن الله، في كلام طلع ان دونجا ان شاء الله هيلحق المباراه. عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، على اليمين خوان بزيرة، وعلى الشمال شيكو بنزا مش ادم كايد. ليه شيكو بنزا مش ادم كايد؟ طبعا قدامه عدي الدباغ، بس خلينا نتكلم في شيكو بنزا ليه مش ادم كايد. هو يانيك فريرا قدامه حاجتين، هي على حسب فكره وانا حاسس هو هيعمل ايه يعني، وكل ده هيبان في الماتش يعني. يانيك فريرا لو هيلعب على الاستحواذ، لو هو عايز هو يمسك الكوره لازم هيلعب بادم كايد، مش هيلعب بشيكو بنزا. لو هيلعب على التحولات العكسيه، اللي هو هيسيب لي الاهلي الكوره هو يلعب على التحولات العكسيه، هيلعب بشيكو بنزا، ما ينفعش يلعب بادم كايد. اول حاجه شيكو بنزا اسرع، تاني حاجه شيكو بنزا على الخط يعني هيديك مردود احسن من اللي هيديهولك ادم كايد غير ما يكون في قلب الملعب.
غير بقى ده كله ان شيكو بنزا ده لعيب عشوائي. يعني انا الناس كلها بتقول ان اخوان بزيرة، عدي الدباغ، ناصر ماهر، عبد الله السعيد دول هيتنجموا في الماتش. انا شايف ان شيكو بنزا لو لعب الماتش ده، هو لعيب شكله بيحب يلعب الماتشات دي. يعني هو شيكو بنزا شكله لعيب بيحب يلعب الماتشات دي، واللي جوه نهايه نولوك والكلام دوت والترقيص وبيلعب كباري، فهو بيحب يلعب الماتشات دي، باين عليه، لسه ما نعرفش طبعا. فانا شايف ان شيكو بنزا لو بدا الماتش هيبقى مخلي على الاقل الوينج اللي هيلعب مع الاهلي في الناحيه دي، اللي هي الناحيه بتاعت محمود بن تايك وشيكو بنزا، يرجع يدافع. ادم كايد لا، لان محمد هاني على ادم كايد هيبقى الماتش بالنسبه له سهل بالنسبه لمحمد هاني يعني. لكن بالنسبه شيكو بنزا على محمد هاني الماتش هيبقى صعب عليه، فعماد النحاس هيضطر يخلي الوينج اليمين ده ينزل لتحت، اذا كان بقى طاهر محمد طاهر او حتى جعان لو لعب، فهي ساعتها بقى هو هيخليه يرجع يدافع، فدي هتقل من خطوره الاهلي قدام. تمام. كده كده احنا هنتكلم على طريقه اللعب اللي بيلعب بيها يانيك فريرا. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها يانيك فريرا ايه؟ هو بيلعب بيلد اب بالكوره من تحت، وبيجمع لعب اذا كان ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، بان هو بيعمل زياده عدديه. بيعمل زياده عدديه ازاي؟ هو بيخلي دونجا بيرجع يرحل ناحيه اليمين، لو الكره ناحيه اليمين يغطي على عمر جابر، تمام، ومحمد اسماعيل في ظهره، وبيطلع بعمر جابر واخوان بزيرة، وبيريح عليه ناصر ماهر. ليه؟ عشان يعمل زياده عدديه في الناحيه اليمين. يبقى مثلا انا لو في باك هيقابلني والوينج رجع يدافع، فكده في 2 لعيبه، تمام، فانا عملت خلاص خلقت 3 على 2، يعني عملت زياده، يعني زياده عدديه للعيبه بتاعتي لفرقتي. تعالى بقى المدرب اللي قصاد اللي هو عماد النحاس، لو لعب مثلا باحمد كوكا وهيبقى مثلا معاه تريزيجيه، تمام، هيرجع عليه، وممكن يخلي واحد زي مروان عطيه يرحل عشان يغطي على ال3. فكره ان مروان عطيه ينزل يرحل ناحيه اليمين او ناحيه شماله هو، تمام، عشان خاطر يغطي على ال3، عشان يبقى فيه 3 على 3، ما يبقاش فيه زياده عدديه نادي الزمالك. انت كده انت فضيت لعيب لنص الملعب مكان، خلاص انت فضيت لعبد الله لدونجا مكان في نص الملعب اللي انت هتدور الكره فيه. ودي حصلت كذا مره، اذا كان في ماتش مودرن او اذا كان في ماتش حتى وادي دجله، دي حصلت كذا مره، تمام. فانت دي يعني دي المثلثات اللي بيعملها يانيك فريرا، اذا كانت ناحيه اليمين بعبد الله السعيد بناصر ماهر، قصدي بناصر ماهر باخوان بزيرة بعمر جابر، او ناحيه الشمال اذا كان شيكو بنزا او ادم كايد، بيخلي محمود بن تايك وبيخلي عبد الله السعيد هو اللي يرحل هنا، تمام، وناصر ماهر بينزل يسقط خطوتين لورا في نص الملعب، تمام. لما بيحصل كده، هو لو رمى ديانج عماد النحاس الناحيه دي عليهم، هو فضى مكان لدونجا او ناصر ماهر، او حتى خلق ان دونجا وناصر ماهر الاثنين على مروان عطيه، تمام، على مروان عطيه لوحده. انا بكلم دلوقتي اللعيب مركز 6. فهو يانيك فريرا بيلعب ان هو عايز يبقى فيه زياده عدديه في كل الاماكن اللي فيها الكوره. يعني الكوره موجوده هنا انا عندي زياده عدديه بلعيب، الكوره موجوده هنا انا عندي زياده عدديه بلعيب. ده فكر يانيك فريرا، تمام. والماتش اللي فات حاجه جديده ظهرت، كميه العرضيات اللي حصلت من ناصر ماهر، اللي حصلت من حتى صلاح مصدق لما كان بيكمل، اللي حصلت من عبد الحميد معالي، والجون بتاع ماتش الجونه دخل من اوفرات، تمام، من كره عرضيه. فدي حصلت، انا ما اعرفش هو يانيك فريرا لعب عليها عشان عبد الحميد معالي مش هيعرف يمسك الخط ويضم زي اخوان بزيرة، فبيعلق كور جوه، ودي صدفت معاه وعدي الدباغ جابها، او ده فكر ان هو في تنوع في افكار المدرب، ان هو ساعات انت لو عايز انا هلعب لك من الاطراف كور عرضيه في لعيبه عندي جوه هتكمل، بس فكره ان انت هتعمل كميه الاوفرات دي لازم ناصر ماهر يخش يكمل جوه، لازم شيكو بنز او ادم كايد يخش يكمل جوه، عشان يبقى عندك زياده عدديه في ال 18 بتاع الفرقه المنافسه او بتاع الاهلي من الاخر، تمام. نيجي نتكلم على نقاط الضعف بتاعت نادي الزمالك. اول نقطه ضعف في نادي الزمالك هي المساحات او المسافات اللي بتبقى موجوده بين خط الوسط وخط الدفاع. المساحه دي سهل يتحرك فيها تريزيجيه، سهل يتحرك فيها محمد بن رمضان،
فالمساحات دي لازم يانيك فيرا يتكلم ان هو يضيق المساحات، لان احنا كده كده زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان يانيك فيرا بيلعب بيهاجم ككتله واحده، كمنظومه، هي منظومه هجوم واحده، كتله واحده. ولما بيرجع يدافع والكره مش معاه وهيلعب تحت الكره، مش هيلعب ضغط عالي هاي بلوك، بيلعب ككتله واحده. فككتله واحده دي ساعات في لعيبه بتسرح من خط النص، اذا كان ناصر ماهر او اذا كان دونجا او اذا كان عبد الله السعيد، فبيسيب مساحه يتحرك فيها اللعيب اللي هيلعب 10 ايا كان هو مين في الاهلي. فلازم يخلي باله يعني يكفر من الحته دي ويقرب الخطوط من بعض، دي حاجه. تاني حاجه، انت لو هتلعب على الاستحواذ فلازم تاخد بالك من التحولات العكسيه للنادي الاهلي. التحولات العكسيه للنادي الاهلي هتبقى خطر جدا. ليه؟ اذا كان هو لاعب بتريزيجيه، او اذا كان هو لاعب ببن شرقي، او اذا كان هو لاعب بزيزو، او اذا كان هو لاعب بحسين او طاهر محمد طاهر، اي الخمسه دول اي اتنين منهم هيلعبوا يمين وشمال، وممكن يلعب زي ما هو بيلعب بتريزيجيه في نص الملعب وبيلاعب بن شرقي وبيخلي تريزيجيه هو يرحل على بن شرقي عشان يبقى في زياده عاديه زي ما بيعمل يانيك في عماد النحاس. يعني هيبقى التحولات العكسيه اللي علينا صعبه وهتبقى خطر جدا. فاحنا لازم ناخد بالنا من كده. اللي لازم ناخد بالنا منه برضو لعيب انا شايف ان هو ممكن يتنجم على قفانا في المباراه دي. مين اللعيب اللي ممكن يتنجم على قفانا في المباراه دي؟ محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان ممكن هيبقى بيلعب عليه، او اول واحد هيبقى بيقابله يبقى دونجا. تمام؟ فيا ريت يا دونجا نشيل من دماغنا اللقطات، نشيل من دماغنا كل حاجه، ونركز في الملعب. وهم 90 دقيقه نلعب رجاله، ان شاء الله ربنا هيكرمنا. مش عايزين نبخل بنقطه عرق واحده على الفرقه والجمهور اللي هيبقى بيساندنا. فبعد اذنك ركز في الملعب بس، مالكش دعوه باي حاجه تانية، لان محمد بن رمضان بيعرف يخرج اللعيب اللي قدامه عن شعوره، بيطلعه بره الماتش زي محمود بن تايج. يعني محمود بن تايج بيعرف يعمل كده كويس. نيجي بقى نتكلم على الاهلي وطريقه لعب عماد النحاس. اول حاجه هو يبدا بمحمد الشناوي، مش هيبدا بمصطفى شوبير، لان محمد الشناوي كلاعب كخبره كفته هتبقى طبق، غير ان كفته هتبقى ارجح ان هو يلعب المباراه. ان مصطفى شوبير مستوى الايام اللي فاتت دي او الفتره اللي فاتت دي مهزوز، بانت في الماتش اللي فات، والجول الثاني دخل فيه ده باين ان هو تحت الثلاث خشبات، مستوى ضعيف في التحرك بين الثلاث خشبات. محمد الشناوي خبره، لعيب بيدي امان للاعيبه اللي قدامه، قلبين الدفاع او خط الدفاع كله هو بيدي لهم امان، غير مصطفى شوبير. فهو كده كده هيبدا بمحمد الشناوي. ويعني خد التشكيل بتاع الاهلي وراه وما تراجعش. يعني هيبدا بمحمد هاني ناحيه اليمين، وهيبدا بمصطفى العش وياسين مرعي وياسر ابراهيم. مصطفى العش هيلعب هو شمال، مش هيبدا بكوكا. يعني مش هيبدا بكوكا على خوان بيزيرا، عشان كوكا ممكن يكون دفاعيا ضعيف شويه، فهيلعب بمصطفى العش ان هو دفاعيا اقوى من كوكا. غير ان هو دفاعيا اقوى من كوكا، لو حكمت المباراه ان العب بثلاثه مدافعين، عندي الثلاثه المدافعين اللي هلعب بيهم. تمام؟ وهطير الباقي. يعني اذا كان في حاله الدفاع فانا هلعب بثلاثه مدافعين وهرجع الوينج الشمال يرجع يلعب باك، وهنزل الفرقه كلها تحت الكوره، فهتبقى سهله. يعني ده لو هو عايز يقتل المباراه يعني عماد النحاس. في نص الملعب كل الناس بتقول ديانج، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان. انا بقول لك لا، هو مش هيلعب كده. هو هيلعب مروان عطيه، ديانج، تريزيجيه. تمام؟ هيلعب بتريزيجيه رقم 10، مش عشان حاجه، هو كده كده ممكن يلعب بمحمد علي بن رمضان، بس انا بقول لك لا، هي انا مستبعدها وحاسس ان عماد النحاس هيلعب بتريزيجيه عشان يلعب بن شرقي ناحيه الشمال. لو انا احتجت ان يبقى في زياده عدديه ناحيه الشمال هلاعب تريزيجيه وهلاعب بن شرقي، الاثنين جنب بعض او يلعبوا الاثنين في نفس الناحيه. ده ساعات بينزل يسقط في نص الملعب يستلم من الثاني، ده ساعات بينزل يستلم من الثاني في نص الملعب. هيبقوا بيبدلوا مراكز، هو في بينهم هما الاثنين حريه حركه. دي بتدي له اوبشنات في مفاتيح لعب كتير، اذا كان بن شرقي او تريزيجيه. اذا كان تريزيجيه سرعه مهاره، بن شرقي اذا كان بيلعب لك باص حلو، بيلعب لك بيعمل اوفر كويس جدا غير تريزيجيه. يعني ده طريقه لعب وده طريقه لعب، والاثنين لو لعبوا في الملعب هيتعبوا الزمالك. نيجي نتكلم عن الناحيه الثانيه، انا لسه ما اعرفش هو زيزو هيلعب او مش هيلعب. فلو زيزو ما لعبش هيبقى طاهر محمد طاهر، مش هيلعب بحسين، هيلعب بطاهر محمد طاهر، وقدام هيلعب بمحمد شريف. ليه هيلعب بمحمد شريف؟ لان محمد شريف كعبه عالي على الزمالك. يعني محمد شريف كعبه عالي على الزمالك، فهو هيبدا بمحمد شريف الماتش ده، مش هيبدا بجراديشار، وهيسيب جراديشار تغييره.
لو هو احتاج ان هو يلعب باثنين مهاجمين، ان هو لو هتوصل ان هو يطلع بن شرقي وهيلاعب جراديشار هيعمل كده. تمام، دي كده التشكيله اللي هيبدا بها عماد النحاس. نتكلم بقى نقاط القوه اللي في النادي الاهلي. اول حاجه، اول نقطه قوه في النادي الاهلي هي اول نقطه ضعف في النادي الاهلي. اول نقطه قوه في الاهلي هي اول نقطه ضعف في الاهلي، ايه هي؟ ديانج. ديانج ده نقطه قوه جامده جدا في الاهلي لو هو فايق، نقطة ضعف تستبيح دفاع الأهلي بأكمله إذا كان مسباص أو فاولات على ال 18 أو حتى ضربات جزاء، اللي هو مهمل في تدخلاته. لو مش في حالته فهي هتبقى ريسك بقى إن ديانج لو كويس نص ملعب الأهلي ده خلاص أنت ضامنه 100% في الماتش كله. لو ديانج مش في مستواه ولسه بيفكر في حوار التجديد، هيجدد مش هيجدد، الفلوس عايزها مش عايزها، فانت خد ان نص ملعب الاهلي ده مستباح وعماد النحاس ما يلعبوش احسن، مع ان اتمنى ان هو عماد النحاس يلعبه وما يكونش ديانج في مستواه يعني. نيجي بقى لنقطه القوه الثانيه وهي اهم نقطه، هي مش في لعيب واحد، هي في اثنين لعيبه، وكل لعيب هو نقطه قوه وقوه ضربه كمان. اذا كان بن شرقي او تريزيجيه، هو لو لعب بن شرقي وتريزيجيه في نفس المباراه او في نفس الوقت زي ما احنا قلنا هيبقى تريزيجيه في نص الملعب وبن شرقي وينج، ساعات بيبدلوا مع بعض، بن شرقي بيسقط لتحت وتريزيجيه هو اللي بيكمل على الخط. دي ذات نفسها نقطة قوة، نقطة قوة جامدة جدا، وفي نفس الوقت لو الزمالك بيلعب تحولات هو نقطة ضعف جامدة جدا برضه. نقطة قوة جامدة جدا لأن أنت بتتكلم في اثنين لعيبة مهاريين جدا، يعني مهارتهم عالية قوي، لعيبة بتعرف تتحكم في الكورة وتعرف تتحكم في رتم المباراة. أنت بتلعبهم في حتة واحدة على لعيب زي عمر جابر، حتى لو هو في التوب فورم بتاعه بس مش هيديك على تريزيجيه وبن شرقي يبقى عمر جابر لوحده. فلو ده حصل لازم دونجا ينزل يغطي مع عمر جابر عشان نقفل الحته دي. تمام، ونبدا نلعب في ظهر تريزيجيه وبن شرقي، لان انت بعد هتبقى كده بتلعب بناصر ماهر وبزيره على محمد، على كوكا لوحده او مصطفى العش. انت هتبقى بناصر ماهر وبزيره في التحولات العكسيه على مصطفى العش لوحده. تمام، كده كده تريزيجيه نقطه قوه لوحده. ليه؟ لان تريزيجيه لعيب مهاري جدا ولعيب سريع جدا، بس الفينش بتاعه ضعيف. الفينش بتاعه ضعيف بس ممكن تيجي، فانا ما اديلوش الفرصه دي. هي ممكن تيجي مع تريزيجيه زي ما جت في الماتش اللي فات او اللي قبله، فممكن تيجي، فانا ما اديلوش الفرصه ان هو يعدي ويجري بالكره مسافات طويله. لا، هو من اول كوره هيجري تاكلينج، يعني بين اللي هو ايه، انت هتجري هتتضرب. تمام، فاول بتاكلينج اللي هو خضه، ده اللي لازم يحصل. نيجي بقى لنقاط الضعف بتاعت النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا اول نقطه ضعف في الاهلي هي ديانج لو مش في حالته. نيجي بقى نتكلم عن نقطه الضعف الثانيه في النادي الاهلي، وهي بقى يعني ما تقلش اهميه على نقطه الضعف اللي هي ديانج لو مش في حالته، هي خط الدفاع بتاع النادي الاهلي. الاربعه اللي ورا بتوع النادي الاهلي عندهم مشاكل جامده جدا وباينه في الماتشات اللي فاتت، وان شاء الله هتستمر الماتش ده عشان مش هتيجي على حظنا واللعيبه دي هتفوق، ان شاء الله هتبقى مستمره المشاكل دي. بس في نفس الوقت انا لازم استغل الحاله العشوائيه اللي فيها الاربعه اللي ورا في النادي الاهلي. انت عندك عدي الدباغ بيعرف يتحرك من غير كوره او بكوره كويس جدا، وبيعرف يتحرك بين الاثنين مدافعين كويس جدا كويس جدا يعني. وده احنا بنشوف ان يانيك فريرا بيلعب عليه كور طوليه كتير قوي، سواء من محمد اسماعيل، سواء من عبد الله السعيد، سواء من دونجا، سواء من ناصر ماهر. تمام، فانا شايف ان عدي الدباغ هيبقى عليه دور كبير جدا الماتش ده، وناصر ماهر هو اهم لعيب في المباراه انا شايفه لازم نستغله. يعني ناصر ماهر من ناحيه ان هو ممكن يخلي لك نص ملعب الاهلي او قلبين دفاع او خط الدفاع بتاع الاهلي ده ملوش لازمه بتحركات ناصر ماهر بين الخطوط. ناصر ماهر احسن واحد في مصر بيعرف يتحرك بين الخطوط، بيعرف يتحرك في المسافه او في المساحه اللي بين خط الدفاع وخط النص. وانت كده كده عندك لعيب هيعرف يطلعك يا ناصر، يعني انت عندك لعيب هيعرف يطلعك بالكوره، هيعرف يديك باص يكسر لك الخطوط، تبقى انت يعني انت هتاخد، هيديك الكوره مستريح. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لو في حالته انت هتاخد منه كور باصات تكسر لك الخطوط، تفك لك الضغط دوت
في يعني من نص او من زي ما بيقولوا من خرم ابره. تمام. فاحنا لازم نستغل كل الفرص اللي هتجيلنا، مش كل الفرص بس، ما ينفعش تبقى في فرص سهله زي اللي بتجيلنا في المباريات وتضيع، لان الماتش دوت هيخلص بتفصيله صغيره. يعني هيخلص باللي عايز يكسب، وهيخلص باللي بيستغل انصاف الفرص. تمام. وخد بالك انت محمد شريف كعبوا عليه على الزمالك، فده ممكن من نص فرصه تتلاقاه جاب جون زي سيف الجزيري. انا كان نفسي سيف الجزيري يكون رجله في الملعب، لان هو كعبه عليه على الاهلي، فممكن يعمل حاجه. حتى لو سيف الجزيري بيديك الماتشات كلها وحش، بس بيجي ماتش الاهلي وبتشوف منه حاجه، بتشوف منه مردود. تمام. دي حاجه. بعد كده ان شاء الله يعني احنا هنتقابل بعد المباراه، وان شاء الله يكون الزمالك كسبان. بس رسالتي للعيبه، ما تبخلش بنقطه عرق واحده على الفرقه. انت في جمهور هيجي في ظهرك هيشجعك. لازم تصدق نفسك، لازم تصدق نفسك ان انت قادر تكسب الماتش دوت. لازم تصدق نفسك ان انت احسن، لازم تصدق نفسك ان انت افوق، ان انت فايق اكتر. لازم تصدق نفسك ان انت قادر تكسب الماتش. انت لو صدقت نفسك ان انت قادر تكسب الماتش، والله هتكسب الماتش. ما تسمعش النغمه الزمالك هيخسر الماتش وهيريح والاهلي هيفوق على الزمالك، لان الاعلام بدا يصدر لك النغمه دي ان الاهلي هو اللي هيفوق. الاهلي مستني ماتش الزمالك، وبدا يصدرها للناس في الشارع ان الزمالك دلوقتي لما تيجي تسال واحد اهلاوي يقول لك احنا هنفوق عليكم. انت فاهم؟ فلا، انا يعني ما اديش الفرصه ان ده يحصل. الناس دي شككت في الصفقات، الناس دي شككت في اللعيبه، الناس دي قالت الزمالك مالوش قومه. انتوا بايديكم تسكتوا كل الناس دي، تخرسوا كل الالسنه دي. انتوا لو كل واحد استرجل وادى دوره باكمل وجه، والله العظيم حتى لو اتغلبت، بس انت ما بخلتش بنقطه عرق واحده، ما بخلتش بنقطه عرق واحده في الملعب، الجمهور كله هيسقف لك. هنبقى زعلانين من الخساره، بس هنسقف لك. لو لعبت راجل العب راجل، ضيع بس العب راجل، موت في الملعب. يعني الحس النجيله، بص مرمغ راسك في النجيله. هم 90 دقيقه، يا هتبقى راجل يا اما هيبقى زيك زي لعيب جه الزمالك ورميناه في الزباله. احنا مش هنحاسب على الماتش ده، بس في نفس الوقت انت لو اتغلبت من الاهلي، انت ركبت خلاص الدوري. تمام. وهنخش بقى في نغمه الاهلي جاي من بعيد ومش جاي من بعيد. فانا عايزك لكل لعيبه الزمالك، انا ركز في الملعب، العب راجل. ما ينفعش الماتش ده يضيع من ايدينا. ان شاء الله هنكسب، وان شاء الله نتقابل بعد المباراه واحنا كسبانين، والفرق بدل ما هو 4 بونت هيبقى 7 بونت. سلام.